السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. فيديو جديد من سلسلة نبض تحت الثلج وصيد في الليل. آه فيديو غريب والله، يعني بيتكلم عن ايه؟ ان الرنين المغناطيسي علمني. الرنين المغناطيسي طبعا اللي جربه قبل كده فهيفهم اللي انا هقوله ده، واللي مجربوش هيفهم برضه ان شاء الله. الرنين المغناطيسي علمني ايه؟ الجهاز نفسه، او تجربة ان انت تدخل جهاز رنين مغناطيسي مغلق. دي حاجة يعني جربتها كذا مرة، وفي كل مرة كان بيجيني نفس الأفكار دي. سبحان الله يعني. هشاركها معاكم، يمكن ده يفتح ذهننا في حاجات كتير مختلفة عن اللي اتكلمنا فيها قبل كده. انا كتبت النقاط عشان ما نتلخبطش. اول حاجة في الجهاز بتاع الرنين المغناطيسي ان انت بتدخل مفيش اي معدن في لبسك، مفيش اي معدن معاك بيدخل الجهاز بيكون فيه رنين مغناطيسي مغلق ورنين مغناطيسي مفتوح. اللي انا جربته لكذا مرة كنا بندخل اللي هو الرنين المغناطيسي المغلق. طيب، بيقولوا لك ما تتحركش، يعني لو اتحركت لا كده، كل ما تتحرك اكتر كل ما الجهاز، كل ما هتقعد اكتر فترة اكبر في الجهاز، لان هو بيعتمد MRI او الرنين. ده بيعتمد ان احنا هناخد صورة مثلا من المكان ده، صورة تشريحية من المكان، بدون دخول في تفاصيل علمية يعني. فانت كل ما هتتحرك، ما هم مش عارف ياخدوا الصورة دي فهيقعدوك اكتر. الرنين مش مؤلم خالص، لا. في ناس بس بتخاف من ان هي تدخل رنين مغناطيسي مغلق، عندها رهاب من الكلام ده وقلق وكده. بس عادي، هو مش مؤلم خالص. ايه بقى الافكار اللي بتجيلي اول ما بدخل بقى؟ هما بيقولك ما تتحركش، ده اولا. انا بقى انا ما ببقاش عايزه اتحرك والله. بس بس بتيجي في دماغي فكرة اللي هو عدم الحركة، انها بتقعد فترة كبيرة كده ثابت ما بتتحركش. تيجي في دماغي فكرة اللي هو فكرة مخيفة، اللي هو انا مبقتش بقدر اتحرك يعني ولا ايه. فغصب عنك عشان تنفي الفكرة دي بتروح متحرك. يعني سبحان الله بقى. عشان يعني اللي هو دماغك مصدق ان الفكرة دي صح. لان من كتر ما انت ثابت في مكانك تحس ان انت مش هتعرف تتحرك. طب ايه في دماغي بقى في الفكرة دي؟ سبحان الله يعني. بقول الحمد لله الذي عافانا، يعني مما ابتلى به غيرنا، فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. الناس اللي هم ملازمين للفراش، وموضوع ان هم ما بيتحركوش بيخلي يحصل لهم قرح الفراش. فدي خلينا نستحضر نعمة مهمة جدا، وهي ان احنا بنتحرك عادي يعني لما بتيجي تنام بتتقلب عادي. مشكلتنا بس ان احنا عندنا ألفة للنعم، يعني احنا شايفين النعمة عندنا فخلاص، ده شيء عادي. بس لا، هو في ناس فاقدين النعمة اللي عندك دي. فدايما نقول الحمد لله، يعني نعم علينا لا تعد ولا تحصى. وفي سورة الكهف ربنا عز وجل قال عن أصحاب الكهف: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. ليه بقى بنقلبهم؟ عشان هو الموضوع ده، لان الواحد لما بيفضل ما بيتحركش كتير بيحصل له حاجه اسمها قرح الفراش. تمام كده. طيب، جوه الرنين برضو بيجي في دماغي فكره سرعه الحياه سريعه قوي، اللي هو الواحد ما بيقعدش لوحده خالص. حتى لو قعد لوحده بيبقى معاه تليفونه. اللي هو لوحده دي ما بتحصلش، مستحيل تحصل. لو احنا بقينا بنخاف اصلا نقعد انا وانا ما نقعدش مع بعض، لا. ما نجتمعش، ما ينفعش نجتمع. في العصر بتاع السرعة ده بقى الموضوع مخيف قوي. حتى واحنا بناكل، لا اما ماسكين التليفون لا اما بنتفرج على التلفزيون. ما ينفعش نقعد كده بنعمل حاجة واحدة وركز فيها. ما ينفعش ناكل بس، اللي هو نبقى قاعدين نهدى بس، لا. تحسنا متشتتين. بقيت دلوقتي اكتر حاجة بتمناها الهدوء، بس لا اجده للاسف يعني الهدوء ده مش موجود في العالم اللي احنا فيه ده. الهدوء ده حاجة يا ربنا يرزقها لنا بجد. طيب، فكرة تالتة جت في دماغي برضو: الظلمة والقبر. لو انت بتدخل الرنين المغناطيسي لوحدك، صح؟ والقبر برضو هتدخله لوحدك. فالمفروض ان احنا نركز قوي نشوف ايه اللي احنا عايزين ناخده معانا هناك. يعني احنا عايزين ناخد معانا ايه؟ احنا هنروح لوحدنا، هل هيجي معانا بشر؟ لا. هل هيجي معانا اشخاص؟ برضو لا. هو هيجي احنا عملنا، فربنا يستر علينا يعني.
فاحنا نحاول يعني نرجع ونراجع نفسنا وكده. طبعا كلنا مخطئين، احنا بشر مش ملايكة. وربنا يعني خير الخطائين التوابون. يعني ربنا بيحب العبد كثير، هو كثير الخطأ لكن يكون كثير التوبة. هنستغفر كتير يعني، وفوائد الاستغفار: واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم درارا يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنستغفر كتير ونتوب إلى الله وندعي دايما ربنا يحسن خاتمتنا يعني، لأن الدنيا دي في الآخر برضو هي في الآخر الجنة هي خير وأبقى. فربنا يحسن خاتمتنا ويدخلنا الجنة بدون حساب أو سابق عذاب، اللهم آمين يا رب. حاجة برضو جت في دماغي، الرنين ما كانش مريح خالص والله بجد يعني. اللي هو بتبقى قاعد كده، الممرضة قالت لي اجيب لك السنادة، بس السنادة دي بتوع مرضى، وطبعا انتوا عارفين العدوى بقى اللي بتحصل في المستشفيات والاماكن اللي هي بيبقى فيها المرضى بيكونوا مكان بعض. فقالت لي لا مش هجيبها لك بقى عشان ايه. فحرفيا رقبتي وجعتني قوي بس الحمد لله عدت على خير يعني. جه في دماغي افكار برضو تانية، اللي هو الاجر. يعني احنا بنصبر على المرض او بنصبر على بلاء او بنصبر على ابتلاء، ربنا عز وجل هيأجرنا ان شاء الله على كده يعني. حتى الشوكة يشاكها، يعني حتى الشوكة اللي انت بتتشكها، الابرة اللي انت بتاخدها، في ناس ربنا يشفيهم ويعافيهم ويعافينا ويعفو عنا يا رب. مثلا بياخدوا انسولين، بياخدوا بنسلين، بياخدوا ابر على طول باستمرار. فسبحان الله يعني ربنا يأجرهم على كده. والصبر على المرض او الصبر على الابتلاء، ده اكيد ربنا يعني اجرنا عنده كبير ان صبرنا يعني واحتسبنا الاجر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر فكان خيرا له. يعني هو قال لك عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. بيقول لك إن أصابته السراء هيشكر شكر فكان خيرا له، وإن أصابته الضراء صبر يعني يصبر فكان خيرا له. سبحان الله يعني. فديننا الحمد لله على نعمة الإسلام. ودايما بنقول تعزى بالجنة، ان احنا كل ده فاني اصلا. احنا بنصبر ليه اصلا؟ مش بنصبر عشان اي حاجة الا الجنة، عشان الجنة وعشان ننال الحسنى وزيادة. وايه هي الزيادة؟ يعني احنا نرى وجه الله عز وجل بدون حجاب. سبحان الله يعني. تشوف ربنا عز وجل، ربنا اللي اكرمنا كتير قوي، ربنا اللي عدانا من مواقف صعبة ومن اوقات صعبة من ازمات ما كناش نتخيل ان احنا نعدي منها، لكن ربنا كرمنا وعدينا بيها وعدت على خير وتعلمنا منها كتير واثرت في شخصيتنا. ولما تشوف بقى ربنا سبحان الله يعني، تشوف ونعم، وربنا انعم علينا في حاجات كتير قوي. وسبحان الله يعني ان احنا نشوفه كده بدون حجاب. اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا رؤية وجهك يا رب بدون حجاب. اصبر فإن لم تستطع فتصبر. سورة آل عمران ربنا عز وجل بيقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبر فإن لم تستطع فصابر. والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: ومن يتصبر يصبره الله. تصبر وده ربنا يرزقك الصبر ويرزقك الطمأنينة ويرزقك الرضا بالقدر خيره وشره. قلنا النقطة بتاعت المرض والابتلاء. نقطة تاني بقى جت في دماغي وانا مروحة، يعني وانا راكبة مواصلات ومروحة، بتعدي بقى على كذا حاجة كده. انت بتعدي على طبعا القصر العيني كله كده ماشي في الطريق بتاع بعد ما بتخلص، وبعد كده بتعدي بتلاقي معهد الأورام، فبتقول الحمد لله يعني. عشان كده المفروض ان احنا بننظر لمن هو اعلى منا في الدين، عشان ايه؟ نكثر من عملنا ونتسابق نتسابق الى مغفرة يعني، ونكتر عملنا اللي هو ايه الديني. لكن بننظر لمن هو ادنى منا في الدنيا. يعني لو انت شايف حد عنده فلوس كتير، فلا بص اللي اقل منك واحمد ربنا، ما تبصش اللي اعلى منك، عشان ده يعني هيخليك تزدري النعمة اللي عندك. تمام. فلما شفت بقى معهد الأورام وكده، فقلت ربنا يعافينا ويعفو عنا. ودايما في الدراسة عامة احنا بندرس أمراض وكده،
فدايما بنقول الحمد لله الذي جعلنا ندرس هذه الأمراض لا أن نعانيها. حرفيا احنا ربنا كرمه وستره بينا كبير كلنا، واحنا ماشيين في الشارع كده وانت راكب مواصلات وانت حواليك كمية بكتيريا وكمية فيروسات وكمية فطريات وكمية حاجات تعمل أمراض لا حصر لها. لكن من نعمة ربنا عز وجل علينا ان هو بيحمينا من كل ده. هو اصلا كنت اقول ايه والله نسيت، ان ربنا ادانا جهاز المناعة اللي هو يصد كل ده. بس دي اللي انا كنت عايزة اقوله، او بعض اللي انا كنت عايزة اقوله يعني اتمنى ان انا كنت بقول حاجة مفيدة، ولما كنتش بقول حاجة مفيدة عادي، فالفيديو انا بعمله عشان ارجع له بعد كده، عشان دايما نحمد ربنا. عايزة اقول لكل حد في ابتلاء اصبر، ربنا شايفك وربنا عالم بيك، مش شرط كل الناس تعرف اللي انت فيه، كفاية علم الله بنا تلك كفايتنا. ربنا شايفك وانت برغم من مرضك، برغم من ابتلائك، برغم من الألم اللي عندك، شايفك وانت بتحاول وبتسعى وبتعمل قدر وسعك، سواء بتشتغل سواء بتدرس سواء بتساعد في اي حاجة، فربنا شايفك ومش هيضيع تعبك ده أبدا. فثق بالله. ودايما بقول بحاول اختم فيديوهاتي بالمقولة دي، وهي الأستاذنا الدكتور خالد الشوقي. هو ده أنا ما شفتوش، لكن هو ليه أثر علينا كبير جدا. يعني أنا ما شفتوش في الواقع، أقصد أنا شفته كنا بنسمع له فيديوهات تشريح على اليوتيوب. شخصية محترمة جدا، هو أستاذ في كلية الطب البيطري، مش عارفة جامعة ايه الصراحة. كان دايما بيقول افرح بقدر الله وتفائل بالحياة. لا بداية المقولة ايه؟ ولأن فيه كل الخير لك افرح بقدر الله وابتسم ثم ابتسم وابتسم، ففي الابتسامة مفتاح لكل مغلق، تيسير لكل عسير، وزوال لكل هم. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ويكفي أن نبتسم لأن ربي وربك هو الله. ابتسموا وتفائلوا، ربنا معاكم ويوفقكم. افتكر دايما أنت مهم ولست مجرد عدد. ربنا حطك في ثغر فالزم ثغرك، أنت مؤتمن عليه، واستعن تعان. وتذكر من اختار الطريق فلا بد أن يدفع الثمن، فلكل طريق ثمن. استعن بالله ولا تعجز. أسفة جدا طولت عليكم. أنار الله دربكم وشرح صدركم وأعانكم ويسر لكم دروبكم يا رفاق درب المحاولة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سلام الله على قلوبكم أيها المحاولون.